أيامكم سعيدة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات وعلى العراق بالأمان إن شاء الله. وعودة لضيوفي الشعراء الرائعين والملحن الرائع علي مجيد. علي كان نص جميل جدا، يعني كنا قبل بالفاصل تحدثنا عن، أنا بيني وبينك يعني على الشاعر، شاعر من كلمات من؟ الأغنية اللي قبلها الوطنية كانت من كلمات شاعرنا سعد القاسم والحان استاذ تحياتنا للشاعر الكبير، ويا رب عيد سعيد عليهم من كل خلال عام وهم قناتكم. بخير. الأغنية العاطفية اللي غنيتها كانت من كلمات الشاعر محمد أبو العز، يا رب عيد سعيد علي. تحياتنا لهم سعيد من خلال كلهم، قناتكم. كل عام وهم بخير، كل شعرائنا ان شاء الله بخير. الحانك عاشت ايدك، احسنت. استاذ عزيز، ايامك سعيده مره اخرى، وايامك كل عام وانت بخير. الله يخليك. العيد بالطفوله يقال يعني اغلب الاراء اهلنا وعند ربعنا واعمارنا يقال انه العيد كان بالطفوله بزمننا اجمل، بزمن الطفوله وخصوصا طفولتكم الرائعه ببساطتها بعفويتها. تذكر شيء من العيد؟ حقيقة العيد بواسط هي الحياة بطبيعتها كانت في زمن ما أجمل بكل مفرداتها. الحياة مو عموما، أنا أذكر العيد من جملتها العيد. نعم. العيد أنا ما زلت لحد الآن أتذكر رائحة الثوب الشوبان البسيط. شوبان يسمونه بازل او شوبان؟ لا شوبان. واكو بازل؟ احنا ناس بالقرية فلاحين. نعم. يشترون لنا ثياب شوبان. نعم. ونروح نعايد أهلنا جيراننا واخواننا بالقريه. المراجيح كانت يعطونا 10 فلوس، ماكو مراجيح، احنا ابناء قرى. والله يعطونا 10 فلوس. كلية بالتنور يخبزونها بالتنور وما ادري شنو هذه. نشلب بالسيارات. هي هاي الشغلات هاي البسيطه كاطفال. ولكن عموما كانت الحياه جميله، نروح الى الانهار والبساتين بحريتنا ونصعد بالسياره للولايه. قريه وين بواسط؟ قريتكم كانت بواسط؟ قريتنا في اقصى شمال الاحرى ناحيه الحسينيه. بالحسينيه. الى الجانب الايسر منها. في المزاق يسمونها؟ جزيره. يطلق عليها الجزيره الجنوبيه في خلي اشوف العيد بالعماره، انتقل من العيد في واسط ايام الطفوله، اشوف ابو احمد بالعماره شلون كان العيد ايام طفولتكم؟ الطفوله الجميله. والله العيد سابقا رغم بساطه الحياه كان اجمل. في ميسان. في ميسان كان اجمل، كان طبيعه انت بالمركز بميسان لو بالاطراف؟ بالمركز نعم. يعني طبعا بطبيعه حالها العماره كانت شوف الخضره، هي كتله يعني عباره عن بستان العماره كانت. نعم. شوف هسه نادر ما تشوف برتقاله بشجره. قبل كانت منطقه عواشه ندخل لها اكو بيها برتقال، اورانج. نعم. هاي العربات وكانها بستان. القمشي نركب بيهن. الدولاب الهواء كان خشبي، المراجيح حبال. هاي بيها فتره تتذكرها؟ بيها فتره 65 يعني 66. القاط شلون كان؟ الخياطه مالته شلون كانت؟ وطبعا القاط مال الاطفال يعني؟ لا هو ستره وبنطلون نفس هذه ملابسنا، بس كان يعني بصوره عامه الملابس الجاهزه البطانه مالته. اي البطانه مالته تصير من الداخل، جو البطانه من القواني. الجلفاس هذا حتى تقويه، شلون هسه كبس اكو هذا يسمونه اللاصق، هذا ماكو يكبسه حتى تكون بالضبط. قويه. قبل لا يستعملون. فعلى كل حال انا لبست القاط وفلوس عندنا وصغار، فوين نروح ما نعرف. اشترينا جقاير بوقتها. كل واحد قلدون الكبار، جقاره مزبن نقلد الكبار. فشاءت الصدفه مر ابن عمي اكبر من عندي، فضميت الجقاره وين بالجيب. خاف من عندي. اي والله لحد الان اتذكرها. مقابل سينما الخيام كنا ندخل كان فيلم ام الهند. سينما الخيام اللي بميسان، لان الخيام لا كانت الخيام ميسان. كان فيلم ام الهند. فضميت الجقاره خايف من ابن عمي بجيبي. زين. ورحت ادخل فنسيت الموضوع. لما ما اشوف الناس طفوني احترق عاين على القاط الستره رايح نصها. هذا موضوع القاط يا اخوي ابو علي، يعني تسمعها اكلت لي كتله وصار مو عيد علي. راح القاط. استاذ خالد، الطفوله في واسط العيد ايام طفولتك؟ والله بالنسبه للعيد، العيد هسه الاستاذ واستاذ عزيز لهم وجهات نظر. نعم. جاي يقولون العيد كان اجمل وهسه مو جميل، بس احنا لما نرجع لي غادي ذيك الفتره، فتره الطفوله، كان العيدين يجنا بسنه عيدين فقط. نعم.
هالعيدين ما كانت متوفره لا المرجوحه لا ديلاب الهواء، هسه متنزهات موجوده، احنا هسه ما نحس بيها، بس قبل نتانيها سنه، نتاني سنه صعب يعني. بالضبط. هسه لا، كل اسبوع يروح يشوفها، فلذلك تحس العيد الان ما له طعام، ما له، بينما الانتظار غير شكل. بس عند الطفل يعني لو تاخذه كل يوم الى المراجيح، من يجي عند العيد، العيد اجمل. مو انت تسالنا احنا هسه، نعم احنا ككبار، انا احكي لك على طفولتك. ايه، فطفولتنا لا، العيد كان يشكل عندنا شيء يعني مو طبيعي. بدش هو داشه. هو العيد عيد. يعني شوف هسه تقول تردد العوائل على المنتجعات، على المتنزهات، لو تسمح لي يصير اشباع مثلا للاطفال، مو بهالشكل؟ بالضبط. لا هو بالعكس، يعني هسه الطفل لو عنده مثلا قبل عندك دشداشه تقول، اي هسه بالوقت الحالي الطفل عنده 100 بدله، بس يبقى عينه وين على بدله العيد. العيد يختلف إيه طبعا. العيد نكهه خاصه له. خلينا نشوف سلام بما انه شاب. استاذ سمير طبعا تتذكر طفولتك ذاك اليوم؟ طبعا اتذكرها. ايه بس انا كبير بالعمر، ايه يمكن اكبر منك. كنا نخلي ملابسنا جوار. استاذ مصطفى ذكر شغلات يعني حقيقيه وفعلا كانت موجوده من خلال يعني اهلنا يسولفون. بالنسبه لجيلنا نعتبر جيل الوسط او اقل من هيك، اكو طقوس خاصه كانت بالعيد يعني بطفولتنا، وكانت احلى ما بيها انه مساله الفلوس، مساله العيديه، انه تحس بنفسك انت فعلا اكو من يرعاك بهذا الجانب، جانب العيد. واحلى ما بيها انه من نطلع نصرف من كلهن. نعم. هذا فد شيء يعني خاص. بالوقت الحاضر يعني كبرنا وعينا وفتحنا عيننا على الدنيا، وشفنا مساله انه العوز، شفنا مساله انه عندنا فلوس وكذا وهاي. والله بدون مبالغه بنشوف طفل يبتسم بالعيد. هو هذا العيد. الله شيء كبير. نشوف يعني امرأة تبتسم واطفالها يعني يلعبون وكذا، فد رايحين فد مكان ان شاء الله كل ايامنا. اي والله العظيم. هو هذا ان شاء الله تنزاح هاي الغمه. نعم الله يسلمك. وان شاء الله الامن والامان للعراق، ونعود للشعر. هي هاي الدعوات. وعودا على بدء ارجع لاستاذ العزيز عزيز الواسطي. نرجع للشعر، خلينا نسمع الشعر من يمه.